السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده اعمل معاكم نشاط مدرسي جميل قوي، ان شاء الله يعجبكم. انا عملته لبنتي وقلت اصوره لكم عشان تستفادوا بيه. عندي فرخ فوم اصفر، وعندي طبق. ممكن تعملي الدايره بطبق، ده اسهل حاجه. او لو عندك برجل هتفتحي البرجل وتعملي دايره كبيره حوالي 10 سنتي. وهعمل دايره كمان اكبر منها شويه. عندي الدايره الازاز دي هعمل بيها الدايره التانية. ممكن تعمليها بطبقين يكونوا اكبر من بعض. بعد كده هقصها بالشكل اللي انتوا شايفينه، وهجيب الطبق وهعمل دايرة تاني في النص. يعني هحاول اوسطنها كده واعملها دايرة تاني في النص. بعد ما رسمت الدايرة هجيب المسطرة واعمل علامات، كل علامة بينها بين التانية 2 سنتي. هلف على الدايرة كلها لحد ما اخلصها، كل نقطة بينها بين التانية 2 سنتي. لفيت على الدايرة كلها كده بالشكل اللي انتوا شايفينه، كل مسافة 2 سنتي. خلاص كده انا خلصت الدايرة كلها بالشكل ده. هاجي على حرف الدايرة من فوق واقيس 1 سنتي ما بين الاتنين، هقسمها نصين واوصل كده مثلث. هتشوفوه هيوضح معاكم دلوقتي. هقيس 1 سنتي واروح قسمها وموصلة المثلث كده، اعمل مثلثات على الدايرة كلها لحد ما اخلصها. هتبقى معايا بالشكل ده. هلف بالمثلثات كلها على الدايرة كلها من بره. انا عملت الخط الدايرة اللي في النص عشان تبقى مظبوطة معايا. لازم تعملي دايرة في النص عشان الخط يبقى مظبوط، عشان لما تعملي المثلثات دي تبقى شكلها حلو. هبدأ افرغ المثلثات دي كلها كده بالشكل اللي انتوا شايفينه. شكلها هيبقى حلو خالص في الاخر. وهعمل دايرة كمان بس باللون الاورنج، نفس الدايرة الكبيرة دي بس هعملها بالاورنج وافرغها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هحطهم كده في قلب بعض. وهجيب الدايرة الصفراء من فوق خالص. جبت كوباية صغيرة وفوم ابيض، وهبدأ اعمل دايرة صغيرة. انا بعملها بالكوباية عشان دي بتبقى موجودة في اي بيت. لو عندك اي حاجة مدورة تعملي بيها غطا، علبة، اي حاجة مدورة هتعملي بيها الدايرة. او لو عندك مساطر من المساطر اللي فيها اشكال بتبقى مثلثات ودواير ممكن تعمليها. انا رسمت دايرتين وبعدين حطيت الكوباية على حرف الدايرة ورسمت ربع دايرة كده على الجنب. هتوضح معاكم اكتر لما تتقص بالشكل ده كده. عملت 2 منها. وبعد كده هجيب غطا، اي غطا عندك، ده غطا ازازة مية. هبدأ اجيب قطعة من الفوم الاسود وهضغط بايد الفوم في قلب الغطا من جوه. انا عايزة الدايرة الصغيرة اللي من جوه. هتعمل معايا علامة بالشكل ده. اخد الدايرة الصغيرة هبدأ اقصها. اخدت نفس الغطا وعملت دايرتين كبار بالغطا من بره، رسمتهم على الغطا من بره باللون الازرق. يا ريت يا حبايبي لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك. انا عارفة ان انا بتأخر عليكم بالفيديوهات بس والله عنده ظروف، فادعولي كده ان ربنا ييسر لي الحال ان شاء الله ما اتأخرش عليكم تاني. بعد كده جبت الخرامة وعملت 4 دواير صغيرين. ممكن تعمليهم اي دوائر صغيرة او تعمليها بالقلم الالوان. يعني لو مش عارفة تعملي الدوائر الصغيرة قوي كده بالشكل ده تعمليها بالقلم الدوكو في الوان كده او القلم الابيض او الكوريكتور. وعملت بق كده للشمس، طبعا دي شمس شموسة كده بانت. وعملت لها حتة فوم ابيض كده كأنها اسنان يعني بتضحك. شكلها بقى حلو قوي. ان شاء الله لما تكمل ان شاء الله اللوحة هتعجبكم. شكلها بقى تحفة في الاخر. بعد كده هبدأ اجمع كل الحاجات اللي انا قصيتها دي وهبدأ اثبتها كده بالشمع. هحط كده دوائر الصغيرة في قلب بعض والدايرة السوداء في قلب الدايرة الزرقاء واثبتهم زي ما انتوا شايفين كده. هثبت عين ورا عين. وبعد كده هثبت الشمس، كل الحاجات اللي انا قصيتها دي في قلب بعض. النشاط ده ينفع معانا من سنة اولى ابتدائي لحد سنة رابعة ابتدائي، ممكن نعملوه او في الروضة، او ممكن تعمليه بدل ما انت هتعمليه في لوحة ممكن تلزقيه على الحيط وتلزقي الحروف حواليه. دي اللام الشمسية. ان شاء الله هنزل لكم كذا نشاط ينفع لسنة 5 و6 بإذن الله. بعد ما ثبت العيون والبق بدأت اثبت الشمس في قلب بعضها. الطبقات اللي انا عملتها كلها ثبتها في قلب بعض بالشكل اللي انتوا شايفينه. بقى شكلها جميل قوي، شكلها بقى تحفة. شمس الشموسة جميلة ومبتسمة كده وحلوة. في الطبيعة الوانها حلوة خالص بس مش واضحة عشان التصوير. لما برفعها بصوا الوانها جميلة قوي مبهجة وحلوة للاطفال. هجيب الفوم الازرق. انتوا طبعا هتختاروا الالوان اللي تحبوها. وهبدأ اعمل دوائر صغيرة بالشكل اللي انتوا شايفينه. هعمل دوائر صغيرة بالشكل ده بالحجم ده كده. وهجيب ورقة مربعة، ممكن 10 في 10 او 9 في 9، اهم حاجة تبقى مربعة يبقى الزوايا كلها قد بعض. هبدأ اقسمها نصين بالشكل ده
وبعد كده هجيب الطرف عند الخط اللي انا عملته في النص، هتنيها، ركزوا معاها هتعرفوها، فتحتها كمان مرة عشان تعرفوها. وبعدين هتنيها نصين، وهجيب الغطا اللي انا عملت بيه الدوائر في الاول، وهبدأ اعمل نص دايرة بالشكل ده كده، وهبدأ اقصها، هتطلع معايا وردة جميلة قوي. هبدأ بعد كده اثبتها على الفوم، فتحت الورقة بقت وردة حلوة قوي. هبدأ اثبتها على الفوم، واخد الخطوط اللي من بره عشان تديني شكل الوردة، وبعد كده هفرغها، هبدأ اقصها بالمقص. هعمل منها الوان، انتوا اعملوا الالوان اللي انتوا عايزينها. انا هعمل لونين، نصهم بالازرق ونصهم بالبينك. اعمل لون الروز ده شكله حلو عاجبني، فعملت نصهم بده ونصهم باللون الروز زي ما انتوا شايفين. هجيب قطعة من الفوم الاصفر، وهبدأ اعمل دايرة بالكوباية الصغيرة. هعمل دايرة صغيرة كده افرغها، وهبدأ احطها في قلب الورود علشان اثبت عليها الحروف اللي انا عايزاها. عملت الدوائر كلها باللون الاصفر، وبعد كده هجيب قطعة فوم من الابيض، وهبدأ اعمل ارسم سحابة زي ما انتوا شايفين. ممكن الخطوة دي ما تعملوهاش، بس انا هعملها عشان هكتب عليها الاسماء في الاخر. سحابتين صغيرين وسحابة كبيرة في الاخر هحتاجهم اكتب عليهم الاسماء والفصل. الخطوة دي اختيارية، ممكن تكتبيهم في دوائر صغيرة زي الورود دي، ممكن تحطيه من قدام الشمس كأنها غيوم، وممكن تثبتيها ورا. انا هثبتها في ظهر الشمس يبقى شكلها حلو. وده فوم فرخي، فوم اسود. ممكن تعمليه بورق كانسون، انا ما كانش عندي ورق لوح فحطيت ورق فرخ الفوم. هترسمي اي اشكال سحاب لو انت حابه تعمليهم، تحاولي فيه كده بشكل عشوائي، هتطلع النتيجه حلوه ان شاء الله معاكي في الاخر. ولو ورق اللوح هيبقى افضل، بس اللون الاسود مدي وضوح كده للالوان، مخلي الالوان زاهيه وواضحه. لو عجبكم الفيديو يا حبايبي ما تنسوش تدعموني باللايك. جزاكم الله كل الخير، ربنا يا رب يجعله في ميزان حسناتكم. لو ما عندكيش شمع ممكن تثبتيه بده والفيس عادي، هيثبت معاكي ويبقى شكله حلو. لو انت مش عايزه تثبتيها في لوحه، ممكن تثبتي الحروف كلها حواليها وتعلقيها بشريط ستان، هيبقى شكلها حلو. الحروف دي انا طبعتها من موقع بنترست، هتدخلي على موقع بنترست وتحملي الحروف او تشفيها لو انت مش عارفه تدخلي على الموقع، وبعد كده هتقصيها على ورق الفوم عادي خالص، هتبقى معاكي شكلها جميله. وممكن تثبتيها بالدبل فيس على الحيط وتثبتي برضو الحروف حوالين منها، يبقى برضو شكلها حلو لو في الروضه. بعد كده بعد ما ثبت الحروف كلها بالشكل اللي انتوا شايفينه، هبدأ اوزعها على اللوحة. احاول اوزع الالوان هنا وهنا عشان يبقى الالوان متناسقة وشكلها حلو زي ما انتوا شايفين كده. ما تثبتيش في الاول عشان ما تبوظش منك الحاجة، وزعيها على اللوحة الاول وبعدين ابدأي ثبتي. ثبتهم واحدة واحدة، شكلها بقى حلو قوي. انا ما كتبتش الاسماء، كتبتها في الاخر بعد ما خلصت الفيديو، بس شكل اللوحة بقى حلو قوي. ان شاء الله الفيديو يكون عجبكم، وعايزاكم تعذروني ان انا بتاخر عليكم، والله ربنا يعلم انا عندي ظروف، فانا نفسي انزل كل فيديو كل يوم وما اتاخرش عليكم واعمل لكم كل حاجه نفسكم فيها. ما تنسوش تدعولي وتدعموني باللايك والاشتراك، وشكرا على حسن المتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.